السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بإذن الله جاية لكم بروتين ان شاء الله بإذن الله يعجبكم وتطلعوا مستفيدين ولو بحاجة بسيطة بإذن الله. وان شاء الله باذن الله اللي سالوني على تنظيفات رمضان ما تستعجلوش. انا بحب اخد الحاجه يعني واحده واحده بحيث ان انا انضف تنظيف عميق. يعني حتى على العيد، حتى اما باجي انضف على العيد بتبقى الحاجه سهله عليا، مش بضطر ان انا اقلب واعدل والكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله استنونا هننضف تنظيفات يعني معتبره من الاخر باذن الله. يلا نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي تحطي لي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. هشترك ازاي؟ عندك كده اللي هو زر الاشتراك، كده تدوس اشتراك وتخلي الجرس يزغرط بقى على الكل. هو بيبقى مخصص تخليه على الكل بحيث ان انا اول ما انزل حاجة توصل لك. وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، وان شاء الله بإذن الله نكون اكبر عيلة اهل الكرم والجود يا رب. مبدئيا كده عندنا هنا هو اليوم بتاعنا هيبقى فيه بقى شوية اللي هو فطار. اليوم ده كان يوم الخميس، وكنا صايمين وكده، فهيبقى في تجهيز فطار للمغرب. وان شاء الله باذن الله هنتكلم شويه عن ان احنا ازاي نوفر ونحاول ان احنا نكون اقتصاديين يعني، والكلام ده كله. وايه الحاجات اللي هتلزمنا والحاجات اللي مش هتلزمنا نستغنى عنها. يعني مش بالضرورة ان كل حاجة تبقى عندي، عادي ممكن استغنى عن اللي مش لازمني قوي، يعني هي الحاجات الضرورية. بالنسبة للحوم، يعني مثلا لو انتي اولادك مش بيحبوا اللحوم مثلا اللي هي الطبايخ وكده، ممكن بدل ما انتي تعملي اللحمة ومثلا تتركن هنا وهنا، او يعني ما حدش غير واحد اللي ياكلها والباقي ما يبقاش عايز ياكل والكلام ده كله. ما انا ممكن افرمها، انا بعمل كده يعني. بالنسبة للحم بفرمها، اعمل منها مكرونة بشاميل، كل ولادنا بيحبوا المكرونة البشاميل. نعمل منها صينية جلاش، الحاجات اللي هي النواشف دي اللي العيال بيحبوها. بيتزا، الكلام ده كله. بكده يعني عيالك يستفيدوا من الحاجة، وانتي برضو تبقي ما هدرتش فيها. وعايزة اقولك ان انتي لما تفرمي اللحمة وبتعملي بيها بقى الحاجات اللي هي المكرونة البشاميل والجلاش والحاجات دي، بتبقى حاجات حلوة والعيال بيحبوها. وفي نفس الوقت يعني بتوفر، يعني والله بتوفر. والكفتة، عايزة اقول لكم يعني كفتة الفريك اللي انا بعملها وعاملاها في اكتر من فيديو، حلوة جدا جدا وموفرة في المجهود وموفرة في الوقت وموفرة يعني كوجبة حلوة، وفي نفس الوقت موفرة جدا جدا. هتجيبي كيلو اللحمة تحط عليه كيلو فريك حلوة ما شاء الله، زي كفتة الفريك زي كفتة الرز بالظبط، نفس الخطوات. بس بدل الرز هتحطي فريك. الحمد لله رب العالمين. عجبت اخواتي كلهم، ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب ويديمكم نعمة في حياتي. عجبتهم، وكل اللي يعني اتفرجوا على كفتة الفريك عجبتهم، وفي كتير اتشجع وقال لي ان انا هعملها. يعني الحمد لله انا فرحانة جدا جدا بتعليقاتكم. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويستركم ويصلح حالكم ويبارك فيكم يا رب. ويفرحكم زي ما انتم بتفرحوني يا رب. فجربوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وبرضو الكيكه عجبتكم الحمد لله رب العالمين. يعني عايزه اقول لكم من طول ما انتي بتقولي يا رب ومن طول ما انتي طالبه الستر والله تمشي معاكي زي الفل. يعني شفتوا الدقيق بعد ما حطيت الكيكه وحطيتها في الصينيه لقيت الدقيق عامل ازاي. بس مش كنت لسه هرجع واعمل كده هيكون الهواء اللي في الكيكه او في العجينه بتاعه الكيكه خلاص طلع منها. فانا يعني بنشغل دماغنا حاجة بسيطة بتستر الدنيا وبتبقى زي الفل. بصوا زي ما انتوا شفتوا عملت الفراخ دي فراخ بلدي، دي بقى دي اللي انا مربيها في البيت يعني مش بشتريها الحمد لله رب العالمين. زي ما بقول لكم لو عندك اي مكان تقدري ان انت تربي فيه طيور ربي طيور، والله الطيور خير كبير في البيت ونعمة. يعني الحمد لله رب العالمين.
مش عايزة اقولك ان هي مثلا نتبطر ولا نقول لا انا على ايه. في ناس كتيرة تقولك انا ما اشتريها احسن، اشتريها مش عارفة ايه. طيب عايزة اقولك ان دلوقتي الطيور والله بصعوبة لولا ان انتي بتلاقيها. يعني انا عن نفسي كنت جايبة من فترة يعني على رمضان احنا عندنا يعني كصعيد وكناس بتربي طيور، تيجي كده قبل رمضان بشهرين ولا بحاجة، نجيب فراخ بلدي بقى، فراخ بيضة، بط، إيه اللي انت عايزة تجيبيه قبلها بشهرين، بحيث ان اول ما يدخل علينا شهر رمضان كده، ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، نكون ايه، الطيور اللي عندنا كبرت وبقت حلوة وبقى فيها يعني لحمة والكلام ده كله، وايه، ونذبحها ونحطها في الفريزر، تفضلي طول رمضان الحمد لله رب العالمين بيتك عمران والخير كله فيه. وعايزة اقولك والله يعني، وخصوصا يعني الفراخ يعني البلدي ما بتاكلش غير فضلة البيت، الحاجات اللي بتبقى متبقية، شوية رز، رغيفين عيش، شوية قشر جزر على بطاطس زي اللي انتوا شايفينهم دول، يعني مش مكلفة خالص والله العظيم. وفي نفس الوقت تلاقيها حلوة، حاجة حلوة عندك وطعمها بيبقى والله لا يختلف اختلاف. عايزة اقول لكم ان انا مرة واحدة اشتريت الفراخ البلدي دي، بس بصراحة طعمها ما عجبنيش خالص خالص. مش عارفة ليه، مش زي الفراخ ومش كبيرة ولحمتها مش مسكرة زي الحاجة اللي انا بربيها في البيت. فبصراحة يعني جت في دماغي فترة كده، اللي هو ايه، لما العلف كان غالي جدا، هو نزل دلوقتي حاليا يعني، نزل بقى سعره برضو كويس. قلت لا انا مش هربي خلاص طيور، وابتديت ان انا ايه، يعني ما خليتش غير حاجة بسيطة. بس بعد كده لما يعني جبت مرة بقى اللي هي الفراخ البلدي، قلت ما هي بتتباع بره ومش عارفة ايه، وانا من محبين الفراخ او من الناس اللي بتفضل الفراخ البلدي او الحاجة البلدي على العموم اكتر من ايه، من اي حاجة تانية. فبعد كده جبتها بصراحة ما عجبتنيش طعمها، وصغيرة خالص خالص، يعني تعتبر زي الحمام كده، بس الحمام يعني والله بيبقى هو الحمام كده، هو كده اخره كده، لكن الفراخ البلدي لا بتبقى حلوة كبيرة ما شاء الله. وكل ما تسيبيها كل ما تكبر، ويعني الفرخة الشمورت غير الفرخة اللي هي بتبيض غير الفرخة اللي هي قربت تبيض، الكلام ده كله كل عمر وليه ايه، يعني طعمه في اللحمة وطعمه في السوا بتاعه والكلام ده كله. فبصراحة لا، ما فضلتش ان انا رجعت بصراحة على طول اتعلمت الادب وقلت لا، انا من طول ما ربنا مديني الصحة وعندي مكان، ما اقولش لا، مش هجيب الحاجة، مش هجيب حاجة عندي، مش هربي حاجة عندي. لا، ده انا من طول ما عندي مكان ومن طول ما فيها صحة الحمد لله رب العالمين اجيب طيور واربي. وعايزة اقول لكم والله دلوقتي يعني بصعوبة بنلاقي الطيور، يعني فعلا فعلا كنت بتابع قناة للطيور، واللي هي وفري ودبري في بيتك، متهيألي حاجة زي كده. يعني كانوا بيقول نحاول نربي الطيور على قد ما نقدر، علشان خاطر، وخصوصا الطيور اللي بتنتج، علشان خاطر ان احنا فيما بعد هيبقى معانا الفلوس ومش هنبقى لاقيين الطيور اللي هي يعني نشتريها وكده. ففعلا يعني دلوقتي بتلاقي بصعوبة الطيور والكلام ده كله. فيعني ربنا يا رب يصلح حالنا ويجعل عندنا الخير جميعا يا رب. عايزة اقولك للمرة الاخيرة، لو عندك مكان ما تستخسريش ان انت تربي طيور وكده، فعلا فعلا حاجة حلوة في البيت وتحت ايدك. يعني بصي الحاجة اللي موجودة تحت ايدك دي تختلف حاجة تانية خالص. وزي ما شفتوا معايا الحمد لله رب العالمين، جهزت الفطار، عملت كده شوية شوربة خضار بالفراخ البلدي، أكل خفيف حلو اللهم لك الحمد والشكر. وعايزة أقول لكم الرز ده، يعني الرز كان موجود عندي سخنته وخلاص على كده. بصوا ما شاء الله، شوية شوربة خضار حاجة تفتح النفس زي العسل، حلوين جدا جدا جدا. وعاد الفراخ البلدي ما اقولكيش بقى حاجة اللهم بارك، يعني بيتي بقى. بصوا اللحمة حمرا ازاي ما شاء الله اللهم بارك. ده فطار المغرب بقى، وشوية عصير مانجا بقى حلوين، عصير المانجا او المانجا اللي احنا مفرزينها. والبلح بقى ما اقولكوش. وهنا خلاص الحمد لله رب العالمين خلصنا فطار المغرب، الحمد لله ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. عملنا لنا بقى احنا صعايدة نشرب الشاي، نحبس بالشاي على طول بعد الاكل. القهوة دي كانت بعد الشاي، يعني بعد الشاي بشوية كده عملت برضو قهوة. وخلاص بقى شربت القهوة وقلت لكم ايه، ندخل بقى
على المطبخ بقى، عندي المفرش ده او السجادة او الحصيرة او قطعة القماش اللي انتوا شفتوها، هي ستارة قديمة بصراحة، بستغلها بفردها كده بحيث ان الولاد بياكلوا بعمل ايه، اللهم صل على النبي، بفردها والعيال بياكلوا اي حاجة تقع منهم حرام ما تقع في الارض وندوس عليها، لا بلمه زي ما هو كده هيلا بيلا، وباخده بنفضه عند الفراخ، لو حبيت رز واقعة لو لقمة عيش الكلام ده كله برضو تبقى عند الفراخ ياكلوها وكده. فايه بصوا الحمد لله رب العالمين، نعمة بنحاول نحافظ عليها بقدر الإمكان عشان تفضل موجودة وما تزولش من إيدينا. الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يجعلنا دايما من الراضيين الحامدين، وأبدا أبدا ما نكونش متبطرين على نعمة ربنا، عشان يعني ربنا يزيدنا الحمد لله دائما وأبدا. وبص بقى هنا بقى خلاص اللي هو ايه، نلم بقى فطرنا المغرب بحيث ان كلنا نشاط بعد كده ما فطرنا، تحسي في اليوم الصيام ده روحك روح تانية ونفسك نفس تانية ونشاطك نشاط تاني خالص خالص خالص، تبقي حاسة نفسك طايرة يعني. والله أبدا الصيام مش مجهد وأبدا مش متعب أبدا أبدا، تحسي نفسك بقولك زي يعني حاجة تانية خالص، النشاط بقى واللي هو ايه المواعين تاخديها أول بأول. بصي أنا عن نفسي في اليوم الصيام ده ببقى بلف كده اللي هو ايه، الحاجة والحاجة بتبقى نظيفة، يعني ما مش بلاقي كركبة في البيت ولا الكلام ده كله، لا والله يعني الحمد لله رب العالمين. ألف كده اللي هو ايه مفيش حاجة عايزة تتعمل الكلام ده، الحمد لله رب العالمين يعني. ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا يا رب. لو وصلت معايا لحد هنا لحد شوية الأطباق اللي بيتغسلوا دول حطي لي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها. عندي نسبة مشاهدات كبيرة من غير المشتركين، فليه اللي مش بيشتركوا يعني قولولي ليه مش بتشتركوا؟ لو مش بتشتركوا يعني في حاجة عادي، أنا بقبل التعديل وعادي، وبقبل الانتقادات والله العظيم، وباخد برأيكم وانتوا اخواتي ومش بزعل أبدا، يعني لو قلتولي ان في حاجة معجبتكمش والكلام ده كله عادي قولوا، واختكم بتقبل كل حاجة ومش بتزعل على فكرة، انا رزلة في الحكاية دي مش بزعل خالص. فانتوا ايه قولولي ايه ليه السبب ان انتوا مش بتشتركوا؟ عندي يعني المشتركين نسبة اللي هو عدم اللي مش مشتركين في المشاهدات كتيرة او اكبر من اللي هم مشتركين، قولولي ايه السبب، وان شاء الله ربنا يا رب يصلح الحال ونظبط كده ونعدل من بعضنا، وان شاء الله باذن الله يعني نفضل مع بعض وربنا يصلح حالنا يا رب. هنا السلك بقى، السلك اللي ما اقدرش استغنى عنه ابدا. بصوا حاجه بسيطه زي كده بتنفع جدا جدا، اللي هو ايه يعني ممكن اي حد يشوف يقول لي انت بتقطعي السلك ليه، يعني ما انت تاخديها على طول، لا والله لما بتقطعي كده بيبقى حلو جدا، تتلفي قطعه السلك تغسلي بيها على طول، مش لسه هتقطعي وممكن تتعوري والكلام، وممكن المقص يكون عاملها معاكي وزايخ في حتة، فانتي يتعبك فعلى ايه، لا ده انا هعملهم كده ولما بيخلصوا بعمل غيرهم، يعني انا عملت دولت وشلت الكمية هي في الكيس ولما بيخلصوا برجع اعمل غيرهم. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم.